لو قلت لك محمد جري 10 كيلو في أقل من نص ساعة، ونفس ال10 كيلو دول جراهم علي في ساعة، طبعا هتقول محمد أحسن وأقوى. لكن لو قلت لك إن محمد اللي أنت بتقول عليه أقوى ده كان بيجري في ملعب أو تراك مجهز للجري، لكن علي كان بيجري على رمل، هنا رأيك هيتغير وهترجع تقول لأ علي أحسن. لكن لو قلت لك إن علي ده وزنه 60 كيلو بس، لكن محمد وزنه أكتر من 100 كيلو، هتغير رأيك تاني وتقول لأ محمد أقوى. لكن لو قلت لك إن محمد ده سنه 25 سنة، لكن علي عنده أكتر من 60 سنة، هنا هتغير رأيك تاني وترجع تقول لأ علي أقوى. اللي عايز أقوله لك ما تاخدش المعلومة وتجري، كل ما تسمع تفاصيل أكتر هتبقى ملم أكتر باللي بتسمعه أو مهتم بيه، وهتقدر تقيمه أكتر وتحكم عليه بشكل أفضل. طيب يا عم هتقولي اللي أنت بتقوله ده كلام جميل، بس برضه إيه علاقته بالموبايلات والمراجعات؟ هقولك هو ده اللي بيحصل في المراجعات. بتسمع معلومة في مراجعة عن موبايل مهتم بيه أو بتسأل عنه، مع العلم إن المعلومة دي غالبا بتبقى ناقصة، وأنت بتاخد المعلومة وبتقيم الموبايل على أساسها إن كان ينفعك أو لأ، أو إن كنت هتشتريه أو لأ، وبتروح تشوف مراجعة تانية بتسمع فيها معلومة مختلفة عن اللي سمعتها في الأول. فهنا بقى يا إما تقييمك بيتغير، يا إما بتتوه وبتتلخبط وما بتبقاش عارف تقيم الموبايل اللي أنت مهتم بيه ومش عارف تشتريه ولا لأ، أو ينفعك ولا لأ. المراجع اللي بيعمل لك المراجعة اللي بتشوفها دي بيعمل المراجعة بعد ما بيستخدم الموبايل فترة، وعلى أساس الفترة اللي بيستخدم فيها الموبايل بيحب الموبايل أو لأ، وبيعمل المراجعة بناء عن حبه للجهاز أو كرهه ليه. يعني لو حب الموبايل بيجمل لك المعلومة اللي بيقولها عشان يقنعك بالموبايل ويخليك تشتريه، لأن هو شخصيا حابب الموبايل فمش هيتكلم عنه وحش. أما لو كره الموبايل فهيتكلم عن أسوأ ما فيه، وهيخلي الموبايل سيء، وهيحسسك إن الموبايل ده ما ينفعكش. فما تاخدش المعلومة من مكان واحد، لأن المعلومة غالبا بتبقى ناقصة، وكمان المعلومة اللي بتسمعها في مراجعات بتبقى ناتجة عن إن أنا بحب الموبايل ولا لأ، زي ما قلت لك، ومش بالضروري اللي أنا أحبه أنت تحبه. فلما تكون مهتم بموبايل معين أو عاوز تشتري موبايل، تروح الأول على موقع الشركة اللي عاملة الموبايل ده وتقرأ مواصفاته بنفسك. بعد كده بقى تروح تسمع المراجعات، تسمع تفاصيل المعلومات أو المواصفات اللي قريتها، عشان لما تسمع الكلام تبقى انت عارف الكلام بيدور على ايه، تبقى عارف اصلا النقطة اللي الكلام بيلف حواليها وفاهمها من الاول. بس بكل اللي بتبقى محتاجه شوية تفاصيل زيادة انت مش عارفها، او تفاصيل من حد جرب المواصفات اللي انت قريتها دي بنفسه، فتقدر تقيم الموبايل على اساس اللي انت قريته من الشركة الموثوق فيه، وكملته بشوية معلومات من المراجع اللي بتسمع له. وحط في حساباتك ان المراجع اللي بتسمعه ده بشر، وبيتكلم من منطلق هو حب الموبايل ولا لا في الفترة اللي استخدمه فيها زي ما قلت لك. وانا كنت قلت قبل كده في فيديو ليا اسمع للي بيقول لك العيوب قبل المميزات. مش عايز اتكلم اكتر من كده، ولا عايز اتكلم عن المراجعين عشان كلامي ما يتفهمش غلط، بس يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومة واللي عايز اقوله لك. تحياتي، ونتقابل في فيديو جاي. سلام.